موعد مباراة الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو الأنغولي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024، والتوقيت والقناة الناقلة للمباراة وكل تفاصيل المباراة بالإضافة للحكم الذي سيدير هذه المباراة. ولكن قبل مشاهدة هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر اللايك لكي تصلكم جميع مواعيد مباريات وأخبار كرة القدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستهل الهلال السوداني بداية مشواره في أبطال أفريقيا وفي دور المجموعات بعد أن وصل الهلال وحيدا لهذا الدور بعد خروج المريخ، ووصل الهلال بعد تغلبه على أول أغسطس الأنغولي، ويلاقي الهلال في أولى جولات دور المجموعات بطل أنغولا بيترو أتلتيكو الأنغولي ضمن المجموعة السادسة، والتي تضم الهلال والترجي والنجم الساحلي وبيترو أتلتيكو الأنغولي. وسيقادر الهلال بعيدا ليحل ضيفا ثقيلا على بيترو أتلتيكو الأنغولي، وسيذهب الهلال للواندا عاصمة أنغولا، وسيحتضن ملعب 11 نوفمبر اللقاء. وقام الهلال بمعسكر في دولة إثيوبيا وواجه العديد من الأندية ومنتخب إثيوبيا، وذلك لكي يعتاد لاعب الهلال على اللعب في الارتفاعات. وأيضا يقوم الهلال بإعداد معسكر آخر له في تنزانيا، وقام الهلال بتجديد عقود بعض لاعبيه مثل صلاح عادل وبوجبا والطيب عبد الرازق. وتقام المباراة في يوم السبت 25 من شهر نوفمبر، 25 من شهر 11. وكان المنتخب السوداني قد استدعى 11 لاعب من الهلال، وهما القربال وابو 20 والطيب عبد الرازق وابو عاقلة عبد الله وعبد الرؤوف وصلاح عادل وياسر مزمل وإيرينغ وعماد الصيني وسليمان عز الله وعصمت عبد الحميد. والهلال يعود مرة أخرى لأنغولا، حيث ستكون هذه المواجهة الثانية له لفريق أنغولا في دوري أبطال أفريقيا هذا العام. وحدد الاتحاد الأفريقي موعدا لانطلاق اللقاء، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 4 عصرا بتوقيت السودان وليبيا، والخامسة عصرا بتوقيت السعودية، والثالثة عصرا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. وأسند كاف إدارة المباراة للحكم المغربي سامر، ومراقب المباراة للحكم الناميبي جونيس جاكوب. ويتطلع الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم يمتاز بقوة هجومية وهشاشة دفاعية، الفريق الذي خرج من دوري السوبر الأفريقي أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وكما هو المعتاد ستنقل مجريات اللقاء عبر قنوات بين سبورت القطرية. ونذكركم مشاهدينا الكرام أننا خصصنا قائمة تشغيل لمواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وتصفيات كأس العالم الأفريقية، يمكنكم مشاهدته والاشتراك في القناة. ولا تنسوا كتابة توقعاتكم للمباراة عبر التعليقات. والسلام عليكم.